بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنشرح بلجن خاص بالسلالم في الماكس. أولا خلينا نشرح طريقة التسطيب بتاعه. هو هرفعه لكم إن شاء الله برضو. هو الملف ده اسمه أرتكان كرييت ستيرز. لما هنفك الملف ده هيدينا الملف ده محتوياته. هنا عندك فيديو تقدر إن أنت تسمعه، بيتكلم عن إزاي تكريت السلالم برضو. لكن هو هنا يعني مستخدم الحاجة الأدفانسد اللي فيه علشان يبين طبعا إمكانيات البرنامج. برضو نقدر الناس تبص على حاجة زي كده لأنه بيكريت حاجات معقدة بالشكل ده. لكن خلينا نبسط الأمور للناس الأول في حاجات بسيطة اللي هي الحاجات الأساسية اللي هنستخدمها في الغالب. هنفتح الفولدر ده، هنلاقي عندنا PDF موضح فيها طريقة التسطيب، الخطوات بتاعته هي حاجات بسيطة. وبعد كده عمل لي صفحة تانية بيشرحها لي برضو بالتفصيل. هنشوف الكلام ده، خلينا نقرأ مع بعض بالراحة. أول خطوة بيقول لي روح على الماكس سكريبت جوه الماكس نفسه، وقول له ران سكريبت، واختار الملف ده اللي هتلاقيه عندك وقول له اوبن. الملف اللي هو بيقول عليه اللي اسمه لودر ده موجود عندك هنا في السكريبت. فهنقول من الماكس ران سكريبت، وهنروح على الملف اللي هو بيقول لي عليه ده، وهقول له ران. هنقول له من هنا هات لي ده وافتح لي السكريبت، وهات لي ده قول لي اوبن ليه اللي هو اسمه لودر ده. دي اول خطوة هو عايزك تعملها. بعد كده عايزك تطلع الايقونة بتاعة البلجن او السكريبت على الديسكتوب. فبيقول لك انت هتروح على كاستمايز، ومن كاستمايز هتقول له كاستمايز يوزر انترفيس، ومن هنا هتروح على التول بير وهتختار من الكاتيجوري ارتكان، ومنها هتلاقي هنا عندك ملف اسمه كرييت ستير 2 و3. ده مش هتلاقي دول، هتلاقي اللي انا بقولك عليه اللي هو ده المفروض، بس هو اللي هتلاقيه. فهتبتدي انك تشده وتحطه في اي مكان جنبك هنا في اللي اوت، وتبتدي طبعا تقول له سيف لللاي اوت دوت فوق اللاي اوت المتاح علشان يفتح لك معاه المره الجايه السكريبت. وبعد كده خلاص طلعت انا الايقونه، هاجي افتحها مش هتفتح، فما تفتحهاش اصلا، اقفل البرنامج علشان في حاجات انت المفروض ان انت تنقلها اول وبعد كده تفتح البرنامج هيشتغل معاك. بعد الخطوه اللي بعد كده انك هتنسخ شويه حاجات في اماكن. هما حاجتين. عندك الملف ده هتاخده كوبي وتنسخه في قائمة السكريبت بتاعة الماكس، فهناخده كوبي ونروح على الماكس بروبرتيز ونقول له اوبن فايل لوكيشن، ومن هنا نقول له هات لنا السكريبتات اس اهو، ونبتدي ننسخ الملف ده هنا معاهم. دي اول حاجة هو عايزنا نعملها اهو، بيقول لنا انسخ الملف دوت في السكريبت في امتداد الماكس بتاعك اللي هو في الغالب هيكون كذا. غير كده مطلوب مننا كمان ان احنا ننقل ملف تاني. هو ممكن ما وضحهاش او انا ممكن مش واخد بالي منها هنا، لكن هو ما اشتغلش الا لما عملناها. وهي ان احنا هناخد الملف اللي موجود في مايكرو سكريبت ده، هناخده معانا كوبي ونروح ننسخه برضو في مايكرو سكريبت اللي موجود في امتداد الماكس. هنلاقي عندنا هنا ملف تاني اسمه مايكرو سكريبت اللي هو ام 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 اللي هو هنا اهو. نبتدي ننسخ الملف، هنلاقي اول واحد هنا عندنا، نبتدي ننسخه هنا ونبتدي نفتح الماكس من جديد، فهنلاقي ان هو طلع معانا هنا وهيشتغل. لكن لما هتيجي تفتحه لأول مرة هيطلب منك اكتف. الاكتف ده موجود في تكست، هتلاقي 1 2 3 4 تنسخهم له وتقول له اكتف. لما هفتح انا دلوقتي مش هيطلبها مني، لكن هيفتحها سريعا ويقفلها تاني، اللي هي القايمة اللي طلعت بسرعة دي. لو احنا كنسلنا وركزنا نلاقي بيطلع اختيارين كراك او اكتف، وكلمة تكتب فيها الباسورد هتكتبه، يا تثبت معاك طبعا لان انت
هتكون لسه بتأكتف البرنامج، لكن هو حاليا خلاص لأنه متأكتف فبيعدي الرسالة وبيفتح على البلجن وبيطلع رسالة بس خاصة بيه أنا لازم أكون محدد خطوط السلم. لكن هنكتب هنا في الخانة دي 1 2 3 4 وهنقول له اكتف مش كراك. بعد كده خلينا نشرح بقى الاستخدام بتاعه. أول حاجة هنكريت الخطوط بتاعتنا اللي احنا هنرفع بها السلم ال 2D. دي طبعا ممكن تكون جاية من الأوتوكاد. السلم هنا يعني أو البلجن ده أو السكريبت ده بيخلينا نقدر نكريت السلم بأكتر من طريقة. نقدر نعمله دائري، نقدر نعمل سلم برضو فيه مثلا بادئ بسلمة واسعة وبعد كده ينتهي على حاجة ضيقة. مهاراته كويسة لكن في السلالم الممتدة، لكن ممكن لو سلمين جنب بعض بيفتحوا على حاجة واحدة ممكن هتستخدم انت شوية حاجات كده مانيوال أول أو هتعملها على أكتر من خطوة. خلينا نشرح الحاجات الأساسية أول. خلينا نكريت مجموعة خطوط جنب بعضها نعتبرها كلها سلالم ونشوف البرنامج إمكانياته إيه. أول حاجة هنكريت السلم بتاعنا، فخلينا نعمل كده أول سلمة ونيجي هنا نديله أبعادها، نقول له وليكن مثلا خلي لي السلم ده 1.5 متر. السلمة الواحدة 1.5 متر في العرض بتاعها خليه لي مثلا 30 سنتي. وهنيجي هنا نقول له فعل لنا السناب حتى 2D أو 2.5 ونقول له انسخ لنا شيفت وشد من النقطة دي للنقطة دي. هيقول لي انستنس العدد كام، هقول له 20 واقول له اوكي. فلقيت ان هو عمل لي حاجة زي كده، هعمل لها سيلكت وهبتدي اطفي السناب واقول له من هنا افتح لي السكريبت بتاعي. لما انت هتدخل الباسورد وتقول له اكتب هيبتدي يعمل معاك الحركة دي ويفتح تشتغل عادي. اول حاجة بيكلمنا عنها الهاند ريل. لو انت ناوي تعمل السلم بتاعك هاند ريل قول لي من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال، وبمجرد ما بكليك بيفعل لي الاوبشنز الخاصة بالهاند ريل. بيقول لي التوب هاند ريل اللي انت هتسند عليه وانت طالع ده البروفايل بتاعه ايه او المقطع بتاعه ايه. فممكن عندي راوند، ممكن عندي سكوير، ممكن اقول له كاستم وبيك حاجة من المشهد. فنقول له راوند. يقول لي طيب المقطع بتاع الجزء الدائري بتاعك ده هيكون قد ايه، هقول له هنا 0. مثلا 2. يقول لي ارتفاعه قد ايه، طبعا كاتب 90 متر حاجة يعني طبعا بعيدة عن الواقع خالص، هقول له طبعا 90 سنتي بس. هنا الجزء اللي هو اللي تحت اللي هيكون قريب من السلمة في الهاند ريل. المقطع بتاعه برضه هقول له راوند وبرضه هقول له المقطع حاجة زي كده. والارتفاع عن الأرض ممكن أقول له 15 سنتي كفاية. في النص بيقول لي عايز ولا لأ، هقول له وراوند. وممكن يقول لي برضه المقطع بتاعه ايه، هقول له خليها 0.1 والعدد بتاعهم خليها 2 مثلا. الفيرتيكال الحاجات الرأسية اللي هي هتربط ما بين الحاجات الأفقية وبعضها، هقول له من هنا برضو خليها لي راوند والمقطع بتاع 0.2. طيب انت ناوي تعمل الكلام ده في كله ولا في كل الحاجات اللي بالعرض، ولا هتعملها متباعدة، ولا يعني دي اوبشن خاصة بترتيب الحاجات نفسها، ممكن نجربها ونعرف الفرق بينها. هنا نوع السلم نفسه اللي هيتكريت ومجرد ما هنقول له كرييت يعني عندي سلم اوبن وعندي سلم كلوز وعندي سلم بوكس. سلم الاوبن بتكون الدرجات نفسها مش ملحومة في بعضها، بيكون في فرق، بيسموه سلم مثلا بحاري، بيسموه سلم كهربي، ايا كان الاسم. السلم كهربي طبعا اللي بيطلع بالكهرباء، لكن بيصلحوا عليه تقريبا بالكهرباء او حاجة زي كده فبيكون بيسموه بحاري. لسه المفروض يعني ان هو انديكيشن لاي سلم الدرجات بتاعته مش ملحومة في بعضها متباعدة. اكيد كلنا شفنا حاجة زي كده برضو في ديكورات انتيريور بيعملوها كشكل جمالي. وعندي هنا كلوز اللي هو العادي خالص، السلم العادي الخرساني اللي احنا بنعمله. وعندي بعد كده سلم بوكس اللي هو ما بيسيبش تحته جزء فاضي، بيكون كل السلالم ممتدة للأرض ومقفول خالص من تحت. فما بيكونش فيه مساحة تحت السلم نفسها ان انت تستغلها. ده لو هنعمله كبوكس يعني. دي انواعه اللي هي الانواع يعني المعروفة خالص. بعد كده هنا عندي شوية بارامتر بظبط بيها السلم قبل ما كريته. الصورة دي ممكن نجيبها واضحة اكتر من الملف اللي موجود هنا. انت بتاخد ملف من هنا اللي هو ده بتروح تنسخه في السكريبت. الملف ده فيه صورة اللي هي الصورة دي هو اخدها مستخدمها في السكريبت نفسه جوه هنا. عايزين احنا نشرح منها يكون اوضح الكلام شوية. هنا اهي. عندي هنا بارامترز هو بيقول لي عليها، بيقول لي حرف ال A وحرف D و C و B و E.
ال A ده انديكيشن ليه، جايب لي هنا قطاع في سلمتين في السلم، من اول من هنا لحد هنا، بيقول لي دي مسافة اسمها ايه، حددها لي. والمسافة B اللي هي سمك السلمة قد ايه، والمسافة C اللي هي انف الدرج، وعندي المسافة دي اللي هو لو عايز تفلت الانف دي، وعندي مسافة اسمها E اللي هي رفرفة السلم، الرفرفة بتاعته. هنفهم يعني ايه دلوقتي. هنيجي هنا ايه اهو، بقول له عليها هنا وليكن مثلا عندي الكلام ده 16 سنتي. سمك السلمة نفسه وليكن هقول له 7 سنتي. والسي اللي هو بيقول لي عليها اللي هي الانف دي، هقول له مثلا 0.2 الرفرفة بتاعتها. الدي اللي هو الفيلت، هنبتدي نقول له عدد السيجمنت اللي يعمله خلال الفيلت علشان يكون سموث، وهنا قيمة الفيلت تكون قد ايه. الاي دي اللي هي رفرفة، هيزود عن الكلام ده من هنا مسافة ومن هنا مسافة، قول لي عليها هي كام، انا مانيش عايز، هقول له 0. بعد كده هبتدي اقول له ستارت، هقول له بيك لاول سلمة اول من هنا، خلاص قرأ بقية السلالم اوتوماتيك لوحده وحولها اديت سبلاين، وهقول له كرييت. وهنبص دلوقتي في ال 3 دي، هنلاقي السلم بتاعنا طلع بالبطنية بتاعته، السلالم بتاعتنا كله تمام بالشكل ده. ولو جينا على حتى الماتيريال وبدأنا ان احنا نعمل بيك، طبعا هو جسم واحد على بعضه، هيديني ماتيريال مالتي، اقدر ان انا اغير فيها الاجزاء اللي انا عايزها، ومسميها لي هنا بالاسماء اللي انت معروفة عن السلم، يعني التوب ريلينج واللور والميدل والفيرتيكال والسايدز والحاجات دي كلها. تقدر ان انت طبعا تغير فيها، كلها ماتيريالات ستاندرد، تقدر تغيرها زي ما انت عايز بالماتيريالات اللي انت عايزها. طيب ده بالنسبة للسلم العادي. لو حابين نعمل سلم فيه شغل شوية، بحيث ان مثلا وليكن في جزء منه درجاته واسعة وجزء درجاته ضيقة، ولو حبينا نعمل سلم دائري برضه، نشوف حاجة زي كده. هناخد نسخة هنا كوبي من الكلام ده، وهنقول له هنا نكريت مثلا في ده سلم دائري، وده فيه سلم مثلا فيه أجزاء واسعة وأجزاء ضيقة. خلينا هنا أول نقول له من الموديفاير هنا، هنقول له عايزين نعمل تيبر للخطوط دي. حدد الأكس اللي أنا عايز أتحرك فيه، أنا عايزه يتحرك حوالين الواي. وهقول له بعد كده الأماونت اللي أنا عايزها، خلينا في اتجاه الإكس آسف. هنبتدي نقول له المسافة اللي احنا عايزينها في قيمة الأماونت بتاعة التيبر، ونقول له الكيرفتشر، لو احنا عايزين نعمل كيرفتشر في الموضوع هنعمله حاجة زي كده بس خلاص. وهبتدي أطبق نفس الكلام اللي احنا خدناه، همسك السلم وأقول له من هنا عايز برضو ولا مش عايز. خلينا نقول له مفيش مشكلة، راوند راوند راوند، نكتب هنا 0.2 وناخدها معانا كوبي وننسخها معانا في كله تمام. وهنا خلي العدد مثلا 1 مفيش مشكلة، وهنا نقول له برضو 0.2 أو 0.2 على طول، إنه يكون 20 سنتي. وده 0.9 أو 0.9 اللي هي 90 سنتي يعني. وهننزل هنا نقول له راوند، ونقول له هنا برضو 0.2 كمقطع. والارينجمنت نسيبها أقول اللي هي الارينجمنت دي اللي هي الربط ما بين الحاجات الأفقية اللي انت قلت له عليها. الهاندريل دي كلها حاجات طبعا يعني انت ساند على السلمة وانت طالع، فبيكلمك عن التوب. اللور دي اللي هي الهاندريل، الجزء القريب من الأرض منه. وفي النص بيقولك لو عايز أعمل لك هعمل لك، وقول لي العدد إيه والمقطع إيه برضه. فقلت له اديني واحد بس ما بينهم، والمقطع بتاعه يكون سمكه قد كده، أو القطر بتاعه الراديوس نص القطر، والمقطع بتاعه راوند. بعد كده بيكلمنا عن الفيرتيكال اللي هي الحاجات اللي هتربط التلاتة دول. في حاجات بقى رأسية بتنزل بيسموها بوستس. برضه بيقول المقطع بتاعها ايه، فبقول له راوند وبديله المقطع بتاعها. وهنا بيكلمنا على الارينجمنت ترتيبها، فبيقول لي ممكن اقربهم لك من بعض، ابعدهم قوي، فانا بختار اقول. وهنا هيقول لي نوع السلم بتاعك، برضه هقول له مفيش مشكلة لو كلوز، او ممكن نخليه المرة دي اوبن. وهنا ندخل برضه نفس المعلومات 0.16
وهنا هنقول له 7/10، وهنا هنقول له أنف الدرج دي الامتداد بتاعها يكون حاجة زي كده، ممكن نخليها 2. عدد السيجمنت اللي موجودة في الكيرف، لو عايز تعمل كيرف وقول لي قيمة الكيرف قد ايه، هقول له 0 برضو 1 مثلا. وهنا مش عايزين اي امتدادات او رفرفة للسلم، فهقول له 0، وهقول له بيك ستارت اللي هي دي، وهقول له كرييت. هيبتدي يطلع معانا زي ما احنا شايفين اهو بكل سهولة، بس طبعا لان احنا عاملينه اوبن ف طلع معايا بالشكل ده، السلم بعيدة عن بعضها. بالمناسبة هو بيكريت لي هنا لاين، اللاين ده لو انت عايز تعمل ريجيد اللي هي يعني دعامة تحت، هنيجي هنا ونقول له في السبلاين ده ممكن enable on vendor enable on viewport، ونديله مقطع مربع بالشكل ده، فهيعمل لي برضو حاجة زي دي. لو حابين نعمل برضو حاجة زي كده بعد كده، طبعا انا عارف يعني اتمنى كانت الناس تشوف الكلام ده وهو مغلق، مفيش مشكلة يعني، مش هنطبق حاجة صعبة، الناس تقدر انها ان شاء الله تجرب الكلام ده كله بايديها. طبعا هو بينزل معانا برضو زي ما قلنا جسم واحد، فاقدر ان انا اعمل الماتيريال بتاعته مالتي. هنا برضو هنقول له نفس الكلام، مش عايزين او عايزين هاندريل مش مشكلة، وننسخ برضو القيمة بتاعتنا اللي احنا بنفترضها. تمام، وهنقول له هنا برضو 0.1 وهنا 0.9، وهنا خليهم 2، وهنا خليه دائري ونسخ القيمة دي وقول مش مشكلة كلوز ماشي. هنا 16 سنتي، هنا 7 مثلا ونص، هنا اديني سنتي، وهنا برضو اديني مثلا سنتي ونص، وهنا مفيش. وهقول له أول سلم عندي الوسعة دي، وبعد كده هقول له كرييت للسلم، وهو مغلق فبالتالي طلع لي السلم بتاعي حاجة بالشكل ده. لكن أنا ملاحظ إن هو كريت سلم فوق السلم، أو عاملها تقريبا احنا مدخلين له أبعاد مثلا، ممكن خلته ضخم بالشكل ده، ممكن غلطنا في الأبعاد نفسها مش عارف، لكن هو بيكريته عادي. خلينا نمسح ده ونيجي ناخد نسخة من ده، ممكن لأن احنا عملنا سلم ورا سلم على نفس السبلاين ففي مشكلة برضو، مش عارف اعمل ليه كده. خلينا نراجع كل حاجة تاني. هنقول له هنا اكس، ونقول له اتحرك في الشكل ده، ونقول له نعمل مثلا كيرفتشر بالشكل ده، ونفتح الكلام ده. مش عايزين هاندريل المرة دي علشان ما نطولش، ونقول له هنا عايزين 16 سنتي، ونقول له هنا عايزين 7.5، كنا دخلناها 57، 75 سنتي، اللي هي طبعا ارتفاع عالي جدا، فالناس بقى تاخد بالها. زي ما انتم شفتم كويس ان ده حصل برضه عشان الناس تاخد بالها ان بيفرق طبعا القيم معاه في شكل السلم بشكل كبير. خلاص كده هيظبط معانا. لو حابين برضه نشوفه بالهاندل بتاعه، هننسخ برضه القيمة اللي احنا خدناها كوبي من البداية خالص دي، عشان احنا هنستخدمها كتير زي ما انتم شايفين. هنا هنخليها 2، وهنا هنقول له 15، وهنا هنقول له 90، اللي هو الهاندل اللي هيسند عليه والهاندل القريب من السلم. وابتدي اقول له هنا خليه لي راوند، وينسخ لي برضه هنا نفس القيمة، وخليهم لي مثلا قريبين من بعض كده. تمام، وابتدي اقول له بيكل دي، واقول له كريت. فزي ما انتم شايفين ابتدى ان هو يكريت معايا السلم بكل سهولة بالهاندريل بتاعه البسيط ده. اقدر طبعا ان انا اغير الماتيريال، تقنية السلم معايا تمام، مفيش اي مشكلة. طيب ممكن السلم ده اطبق عليه كمان امر، لو انت حابب مثلا تعدل في شكله، وليكن مثلا اف اف دي. بصراحة انا مجربتش حاجة زي كده قبل كده، لكن خلينا نشوف. لو انت حابب تعمل
وليكن مثلا حاجة بشكل مثلا مختلف على المايل بالشكل ده، هل هو هيقدر يطلع معايا السلم بالشكل ده ولا مش هيقدر؟ فخلينا نشوف، انا بجرب معاكم. خلينا نقول له كلوز ونقول له على القيم بتاعتنا سريعا: 16، 0.75، 0.1، 0.1، مفيش ستارت دي. هنقول له كريت معايا برضو السلم، رغم ان انا شوهته شوية بالاف اف دي 2 في 2. طيب حتى الآن جميل. عايزين نبتدي نشوف برضو السلم الدائري. هنقول له هنا هات لنا الكلام ده في التوب، ونطبق عليه موديفاير بند، ونقول له البند بتاعنا في اتجاه ايه هنا، وليكن نبتدي نلف. طبعا ده اتجاه مش مظبوط، نقول له واي، نلف، نقول له هنا 90، بالشكل ده. نلفه معانا حسب بقى اللفة اللي احنا عايزينها، وليكن مثلا حاجة بالشكل ده. نقربه من بعضه خالص ونبص عليه في ال 3D، هنلاقي حاجة زي كده. خلينا نبتدي نجيبه هنا في النص، برضو نعمل سيلكت عليه ونقول له من هنا عايزين الهاندريل بتاعنا، وعايزين نحط برضو القيم بتاعتنا هنا. طبعا انا بحاول اسرعها عشان الناس فاتها ملت مني، لكن انا بوضح لكم الامكانيات بتاعته برضو كلها، لان احنا بندخل القيم دي كل شوية، لكن انت هتعمل سلم واحد في مشروعك او سلمين يعني. المهم ادي الكلوز، ومن هنا القيم بتاعتنا العادية برضو اللي احنا بندخلها: 15 سنتي، وهنا 7 سنتي ونص، وهنا مثلا 0.2. احنا عارفين القيم دي دلالتها ايه، وده اللي كان يهمني. وهنا برضه هقول له مفيش، واقول له ستارت الاول سلمة يكون هي دي، واقول له كرييت للسلم ككل. هيبتدي يطلع لي بالسلم بالبطنية بتاعته بكل حاجة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. فطبعا تول سريعة جدا، بتوفر عليا كتير. السلم كان في الريفت سهل، لكن البلجن ده او السكريبت ده بصراحة خلى الموضوع اسهل كتير من الماكس على طول. كانت الناس ممكن بتلجأ للريفت مخصوص عشان اسقاط السلالم والحاجات دي، او رسمها صح. لكن زي ما انتم شايفين ممكن نرفع الكلام بأبعاد هنا برضو في الماكس بالشكل ده. وهو لو احنا اختناه نفسه هنلاقيه بيدينا، يعني لو دخلنا عليه نفسه كإيديت بيدينا الأجزاء دي، نقدر إن احنا برضو نتحكم فيها لو احنا حابين نعدل عليها أو نعمل فيها أي حاجة. برضو هنا عايزين نضيف نور، عايزين نضيف أي حاجة، هو جسم عادي. نقدر إن احنا ناخد مثلا هنا اكسترود واوفست وانست والحاجات دي كلها، ونعمل أجزاء فيها لايت إضاءة علشان نبتدي ننورها معانا في المشهد. نقدر نتعامل مع الكلام ده كإليمنت منفصلة، ممكن نحذفها ونضيف غيرها، ممكن نعتمد عليها في إنه يكون واحدة فيهم هاندريل ونرص احنا الحديد كماتيريال. أيا كان الاستخدام، هو طبعا زي ما انتم شايفين إمكانياته جميلة جدا، وتول هتوفر علينا وقت كتير بالنسبة للسلالم. خلينا برضو نبص على السلم لو هو على شكل حرف ال مثلا، فهنبتدي مثلا برضو نكريت لنفسنا سلمة. نقول له هنا 2 متر، ونقول له 30، ونقول له هنا هاتلي شيفت وشد برضو لمجموعة سلالم، ونقول له خد لي كوبي من الحبة دول هنا، ونشغل سناب 90 برضو، ونقول له من هنا روتيت بالكلام ده، ونشغل برضو معانا السناب 3D، ونقول له هات لنا دي هنا. لاحظ ان انا جبتها ورا، يعني انا ناوي اشد الخط ده اصلا النقطة دي، فهحول هنا سبلاين وهقول له هات لي النقط، وهعلم على النقطتين دول وهنقلها من هنا لحد هنا، وهحط فيه السناب. ويبقى انا كده كونت السلالم اللي معايا دي، فهقول له عليها كلها بالشكل ده.
فهنعمل برضو هاندريل وهندخل برضو القيم بتاعتنا عادي. هنقول له هنا برضو خلينا 80 سنتي، ونقول له هنا ننسخ لنا الكلام دوت، ونقول له هنا 20، وهنا راوند برضو 0.2، وهنا 2 راوند 0.2، وكلوز، وهنا 15، وهنا 7 سنتي، وهنا 0.2، ودي 0.1، وهنا مفيش. ونقول له أول سلمة بالنسبة لي هعتبرها هي دي، وجريت للسلم كله، فيبتدي إن هو يديني السلم بتاعي بالشكل ده برضو بناء على المعلومات اللي أنا هعطيها له، فيطلع معايا حاجة بالشكل ده. طيب احنا ممكن برضو نقول له على سلم لو احنا عايزين برضو نعمل حاجة مختلفة شوية، نقول له من هنا اديني مثلا 15، ونقدر نمسك الكلام ده كله ونقول له هنطبق عليه برضو بند، ونحرك الجزم بتاعنا في الجزء اللي قدام، ونبتدي نحدد الأكس اللي احنا هنلف عليه. طبعا نقول له هنا 90، ونبتدي نلف السلم، فطبعا هيبتدي يلف من ناحية واحدة اللي هو مكمل، بعد كده بيلف معايا. فلو أنا عايز أتحكم برضه هبتدي أتحكم بالكلام ده والقيمة اللي أنا عايزها، بحيث إن هو يمشي بشكل مختلف. وممكن نطبق عليها بند ونطبق عليها برضو ليميت افكت، فنقول له إن الافكت بتاعك يبتدي من مكان معين بالنسبة للأبر واللور، ويبتدي برضو يأثر معانا في نتيجة السلم نفسها. دي مهارات بقى التعامل مع السبلاين نفسه عشان تطلع أشكال مختلفة. دي أكيد الناس إن شاء الله يعني تقدر توصل اللي هي عايزاه، أو لو حتى هتمشي على فايل الأوتوكاد وتجيبه هنا علشان ترفع الكلام ده بالشكل ده. خلينا برضو نبص على سلم بوكس عشان الناس برضو تشوف الدنيا أخبارها إيه فيه. واحنا هنا برضو جينا مسكنا الكلام ده ومسحناه، وجينا هنا قلنا له عايزين نكريت من الكلام ده سلم. خلي بالك ان لازم كله يبقى لونه ابيض، لان احيانا ممكن مع السلم ال بالذات بيبتدي يجي يقول لي ان في بعض حاجات ممكن ما تكونش ماسكه في بعضها، فساعتها بتقفل البرنامج وتفتحه تاني علشان تظبط، لان بيبقى تهنيجه من السكريبت نفسه. هنيجي هنا نقول بوكس وندخل برضو نفس الاعدادات، ونقول له هنا 15، ونقول له هنا كرييت، يطلع معانا السلم بتاعنا بالشكل ده. طبعا احنا ممكن دخلنا قيم برضو مش مظبوطة، خلينا نشوفها مظبوطة أحسن. نقول له بوكس هنا، ونقول له مفيش، ونقول له هنا دي أول سلمة، ونقول له كرييت، يبتدي يطلع لنا السلم بتاعنا بالشكل ده كبوكس زي ما احنا شايفين. برضو طبعا لو اتعاملنا مع الماتيريال هنلاقيه مالتي سب ماتيريال، نقدر إن احنا نعدل على الكلام ده كله.